مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة محمد علي تيفي، مرحبا بكم من جديد. توحشتكم بزاف وغبرت عليكم، لكن كاينه ظروف وحنا رجعنا لكم باش نهضروا لكم على الكان، على المنتخب الوطني المغربي، على الحظوظ ديال التأهل، التشكيله المتوقعه، وكذلك قراءه عامه على مباريات الثمن النهائي في هذا الكان اللي يعني صراحه تفاجأنا بمجموعه من المفاجآت، خاصه خروج المنتخب السنغالي اليوم على يد المنتخب المضيف اللي هو كوت ديفوار، وكذلك خروج المنتخب المصري حامل اللقب لسبع مرات. يعني مفاجآت من العيار الثقيل. زدنا على المفاجآت ديال دور المجموعات اللي عرفت خروج المنتخب الجزائري وخروج المنتخب كذلك التونسي من دور المجموعات كأكبر مفاجآت اللي حدثت. والمنتخب الغاني بيان سور بطبيعة الحال كأقل درجة، لأن المنتخب الغاني كيف كتعرفوا كيواجه مجموعة من الصعوبات، لذلك ما ذكرناهاش في الأول. مباريات تمنية عرفت ندية قوية، عرفت مباريات حارقة، خاصة بين المنتخب المصري والمنتخب الكونغولي. البارح شفنا كيفاش داز المنتخب الكونغولي بصعوبة، رغم أنه لم يفوز في أي مقابلة منذ دور المجموعات، لكنه تأهل بضربات الترجيحية وفاز على المنتخب المصري. المنتخب اليوم السنغالي اللي كان مرشح بقوة أنه يواصل المشوار ديالو اللي بداه بشكل ممتاز من دور المجموعات، شفناه عفوا، شفناه كيفاش تقصى على يد منتخب كوت ديفوار اللي كان اليوم حاضر بالنجوم وحاضر بمساعد مدرب، ما كان يخسروا والو اليوم، لعبوا الكل في الكل، وكذلك قاموا بمباراة ممتازة، خاصة في معركة وسط الميدان. لاعب فوفانا شفناه في الشوط الأول كيفاش قاد متوسط الميدان، كان بشكل رائع جدا، وقدر أنه يبصم على مباراة ممتازة، وقاد الفريق ديالو نحو يعني خلق مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل. ضيقوا فريمون الدفاعات ديال المنتخب السنغالي بحكم الارضيه وبحكم الجمهور. يعني تموتيفاو اللعابه ديال كوت ديفوار وقدروا يخلقوا يعني مفاجاه من العيار الثقيل بخروج حامل لقب المنتخب السنغالي، واللي كان مرشح رقم اول كذلك باش يتوج بهذا الكان هذه. خروج المنتخب الموريتاني اليوم اللي صراحه قدم كذلك اداء جيد، لكنه عانى الامرين في الشوط الثاني، خصوصا مع توالي الهجمات وتوالي يعني الفرص ديال منتخب كاب فيردي اللي صراحه غادي بخطى ثابته تأهل الربع النهائي، وهو المنتخب اللي نقدروا نواجهه في حالة إذا تأهلنا في مباراة الغد أمام المنتخب الجنوب الإفريقي إن شاء الله بحول الله. غادي نهضروا على هذه المباراة، نكملوا يعني بقية المباريات. المنتخب الأونغولي بصم على هو على مباريات رائعة، وكذلك في ثمن النهائي قدر أنه ينتصر أداء ونتيجة على المنتخب الناميبي بثلاثية. المنتخب النيجيري يعني كان متوقع أنه يفوز على المنتخب الكاميروني، وكذلك المنتخب غينيا الاستوائية اللي تقصى كذلك، وخا أدى مباريات ممتازة في دور المجموعات، أهمها أنه فاز على المنتخب الإيفواري ب4-0. وشوفوا سبحان الله، يعني المنتخب الإيفواري ها هو تأهل الربع النهائي بعد الإطاحة بالسنغال، والمنتخب الغيني الاستوائي أقصي أمام غينيا في ديربي، أمام غينيا بيان سور كوناكري ب1-0. وكانت فرصة أمام غينيا الاستوائية أنها تأهل لولا ضياع الهداف ديال هذا الكان نسو ضربة جزاء، واللي باعتراض الأوراق ديال هذا المنتخب هذا صراحة انا بقى في الحال على هذا المنتخب، لانه بصم على دور مجموعات ممتاز. كان بالنسبه لي احسن منتخب في دور المجموعات. كل المنتخبات يعني عازمه انها تمر الدور ربع النهائي، داكشي اللي شفنا اليوم. كوت ديفوار كانت اليوم منتخب قوي قوي جدا، وكذلك قدر يخلق المفاجاه اليوم بالاطاحه بالسنغال. نمروا المباراه المهمه الان، المباراه اللي كينتظرها الجميع، اللي كينتظرها جميع المغاربه، اللي كينتظروها كذلك جميع العرب وجميع المنتخبات العربيه بعد ما تقصاو بيان سور من هذا الدور هذا. ضروري الان كيتابعوا عن كتاب شنو هي المردود، وشنو هي يعني الحظوظ ديال المنتخب الوطني المغربي للمرور لابعد نقطه ممكن في هذا الكان هذه، خاصه بعد خروج مجموعه من المرشحين. اقول هنا فريمون فرصه سانحه اننا نمشيو لابعد نقطه ممكن، ولما لا نوصلوا النهائي، ولما لا كذلك التتويج باللقب، لأنه لقب مهم ومهم جدا.
وسيزيد النجمة الثانية على هذا التيشيرت الرائع ديال المنتخب الوطني المغربي. إذا نبداو يعني بتوقعات حول التشكيلة المرتقبة. يعني هناك غيابات لمؤكد هو سفيان بوفال، مع الأسف سيغيب عن مباراة الغد، وكذلك المباريات المتبقية نظرا للإصابة التي تعرض لها في التدريبات. غادي أضطر شيئا ما على المردود ديال الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي، خاصة مع تواضع الاداء ديال الزلزولي اللي عطاه المدرب فرصه في المباراه الاولى، وكذلك دخلوا ك بيان سور كغومبلاسون في المباريات الاخرى. لكن الزلزولي لحد الساعه لم يقنع يعني بشكل كبير، خاصه وانه تغيب عنه تلك النجاعه الهجوميه، وكذلك الفرصه اللي تعطاته ما اكدش على انه يستحق الرسميه، وانه يستحق الرسميه مكان بوفال. اللي بوفال يخلق الفارق، يعني بمراوغات يقدر يخلق الفريق، يقدر يدبر على ضربات الجزاء، يقدر يصنع فرصة اسيست، يقدر يدير اي حاجة، كيخلق متاعب عدة لدفاعات الخصوم. لكن مباراة غد ستكون صعبة امام فريق منظم، امام فريق جله يعني مكون من لاعبين من فريق سان داونز. اقول هنا 9 لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الجنوب إفريقي كلهم من سان داونز، وعرفنا أن الفريق سان داونز فريق منظم، فريق تكتيكي جيد جدا. المنتخب الجنوب افريقي يعني يمتاز بالمرتدات الهجوميه، خاصه من لاعب بيرسيتا ولاعب الاهلي المصري. كذلك عندهم الظهير الايمن، ظهير خطير جدا كيصعد كثير، لكن خصنا نستغلوا هذه الفرصه. اللي غيلعب على الجهه اليسرى سواء عطيه الله سواء مزراوي لانه تعافى 100%، نتمنى انهم يستغلوا استغلال جيد تلك الجهه اليمنى، ولما لا يعني تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة أن المنتخب الوطني المغربي يضيع كثيرا الفرص السانحة للتسجيل، كأكثر منتخب في دور المجموعات ضيع الفرص السانحة للتسجيل، وهذا أثر بشكل كبير على النتائج اللي حققناها في دور المجموعات. كذلك كانت نتائج إيجابية بالفعل، لكن بدون تلك الفعالية الهجومية اللي كنا كنتظروا، خاصة بعد تألق اللاعبين زياش وكذلك اللاعب النصيري اللي ما شفناش كما العادة في كوب دي موند. مع الأسف لابد من إعادة النظر ويعني توجيه اللاعبين من أجل تسجيل الفرص السانحة. مباراة غادي تكون قوية وقوية بزاف. المنتخب الجنوب افريقي سيلعب بكل اوراقه. شفنا المدرب انه قال اننا مع نلعبوا كامل الحظوظ ديالنا من اجل التاهل، حنا عارفين وقادرين على اننا نتاهلوا. وكذلك المنتخب راه سبقنا اننا انتصرنا عليه في اقصائيات كاس افريقيا. نعم انتصروا علينا صحيح، لكن هذا لا يعني شيء، لان كنا راجعين من كاس العالم، كانت هناك مجموعه من التغييرات على التشكيله، ركراكي جرب مجموعه من اللاعبين. هذا لا يعني شيء، هذه مقابله رسميه في كوب دافريك، يعني ماشي بحال مقابله رسميه اللي كنا ديجا مأهلين الكوب دافريك، ماشي بحال. يعني هناك مجموعه من الفوارق، ونتمناو التشكيله اللي غيعتمد عليها، اللي بالنسبه لي انا كنشوف غيكون بونو في حراسه المرمى، سيس واقرد في الدفاع، مزراوي سيأخذ مكانه كرسمي على الجهة اليسرى. نظرا لقوة المهاجمين الجنوب افريقيين، خاصنا مزراوي ضروري في هذه المباراة لتوقيف ولخلق محاولات ايضا كذلك في الهجوم من اجل مساندة الزلزولي ولا عدلي اللي يدخل في مكان بوفال. انا اتمنى شخصيا دخول عدلي، لانه لاعب متكامل، لاعب من والو يقدر يخلق لك فرصه، كيعطي تمريرات جيده، خاصه كيتفاهم مع اناحي في الوسط. كنشوف انه بالمقدور انه يدخل كرسمي، لكن المدرب ادرى وعارف بالخبايا ديال المباريات هادو، لذلك هو اللي غادي يقرر شكون يبدا غدا كرسمي، سواء عدلي سواء زلزولي. كنتمناو يبليو بلاء الحسن، ضروري خصهم يكونوا في نهارهم، ومزراوي كذلك اللي غيلعب اول مباراه رسميه له، نتمنى يكون في المستوى. هادشي الا اعتمد عليه ركراكي كذلك، حنا ما كنجوجيوش الاختيارات ديالو، غادي نجوجيو ابخي المباراه. لذلك الاختيارات اللي غادي يعتمد عليها ركراكي خصو يكون مقتنع باللي 100% غادي يكونوا في نهارهم.
بيان سور داكشي ديال الله، ما نقدرش نحكموا على الواحد، يقدروا يدخلوا مجموعه من الاشياء، لكن الناس واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم، اللاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم، كلشي واعي، ستاف كلشي واعي، الجمهور كاين، الجمهور حاضر، غادي يكون مليء الملعب، مليء بالجماهير، خاصة الجماهير المغربية وكذلك الإيفوارية اللي غادي تساند المنتخب، خصوصا بعد التأهل اليوم التاريخي أمام المنتخب السنغالي. نتمناو الجماهير الإيفوارية تجي تلبي النداء، باسكو حنا اللي قمنا بالواجب وربحنا المنتخب الزامبي باش دازوا معنا المنتخب الإيفواري للدور ديال الثمن. إذا بعد مزراوي قلنا على اليسار، حكيمي على اليمين كما العادة رسميته لا تناقش، في وسط الميدان مرابط أناحي أملاح. أنا عارف باللي أملاح غيكون تيتولير، لكن هذا اختيار المدرب، قال باللي أملاح عنده خصائص كثيرة، خاصة الدفاعية منها، عفوا كيعاون مرابط كثير في الدفاع. لكن أنا لدي رأي آخر وما غاديش نتحفظ به لفيديو آخر، لأن أملاح غادي نهضروا عليه كثير مورا هاد الكان هادي، نقدروا ندير فيديو خاص على أملاح اللي نهضر فيكم على علاش ما كنتفقش انه يكون الرسمي في المنتخب الوطني المغربي. وفي الهجوم زياش، اعتقد انه جاهز حسب اخر معلومات، زياش ثم سواء عدلي سواء زلزولي على الجهه اليسرى، ونصيري سيستعيد رسميته. نتمنى ان يكون في يومه. نصيري الله يرضي على ولدي، كننتظر منك الكثير، لانك صراحه ما قدمتيش الاداء المطلوب منك. يعني كتساهم في دفاعيا، أي كتضغط على الدفاعات الخصوم، لكن نريد منك التسجيل، لأن مهمتك الأولى وهي تسجيل الأهداف ولا شيء غير ذلك. إذا كنتمناو أن نصير يكون في نهار غدا، وهذه هي التشكيلة المحتملة ديال غدا، ونتمناو أننا ننتصروا على المنتخب الجنوب الإفريقي لنضرب موعدا مع المنتخب الرأس الأخضر. بالتوفيق للمنتخب، وديما مغرب وديما أسود. تبارك الله عليكم وساعة مبروكة هذه.